السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة صلاح، فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم كيك بدون بيض، بدون حليب، بدون ياغورت، كيجي رائع معلك كيف ما كتشوفوا. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تحطوا لي واحد اللايك فضلا وليس امرا باش هكا يطلع الفيديو شويه وتدعمونا. غادي نبدا معكم في المقادير. عندي كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 3 الكؤوس ديال الدقيق، دائما العبار بالكاس ديال العنبه، نفس الكاس كنعبروا به كاع المكونات. وعندي 2 كيسان ديال الماء، حتى هو غادي نعبروا بالكاس ديال العنبه كيف ما غادي تشوفوا معايا. عندي واحد ساشي ديال سكر فاني، 2 ديال ساشيات ديال الشكلاط المر، اولا ديروا 2 معالق الا كان عندكم الشكلاط ديال العبار، 2 ديال الخمارات كل وحده من فئه 7 غرام، ومعلقه صغيره ديال نسكافي او قهوه سريعه الذوبان. هادو هما المكونات كيف شفتوا معايا، مكونات اللي هما بساط وكتجي واحد الكيكه اللي رائعه لذيذه وكتجي معلكه من الداخل. غادي ناخذ البول اللي غادي نخدم فيه، كندير فيه واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نضيف سكر سنيده مع الماء. غادي نعبروا قدامكم 2 كيسان ديال العنبه. كيك اللي هو ساهل وفي متناول الجميع، يعني المقادير متوفره في كل بيت. هنا غادي نضيف عليهم الزيت، نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف عليهم السكر فاني. غادي نخلط هاد المكونات هادو، غير كنحس بهذاك السكر راه داب. وغادي نزيد عليهم ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، ولا كانت متوفر عندكم القهوه في الدار غديروا معلقه صغيره. صافي حتى هي غادي نخلطها كتذوب مع داك السكر ومع الماء. وهنا كنبدا بالاضافه ديال الدقيق. هنا غادي ندير 2 كيسان الاولين، هنا راني عبراهم بالعبار بالكاس ديال العنبه نفس الكاس اللي عبرت به الطحين. كندير هنايا 2 ديال الكيسان. بالنسبه للكاس الثالث كنخليه على جنب حتى كنخلط هاد الدقيق الاول. دائما الدقيق كنديروه على مراحل باش هكا ما يجيناش اكثر من القياس. تقدر تهز معكم 3 الكيسان كيف ما هزات معايا انا، تقدر تهز معكم غير 2.5 على حسب. دائما الكاس الاخر كنديروه بالتدريج. هنايا زدت معكم الكاس الثالث ديال الطحين، 2 خمارات ديال الحلوى، 2 اكياس ديال الكاكاو المر. تقدروا كيف ما قلت لكم الا كان عندكم ديال العبار ديروا 2 معالق كبار. صافي غادي نغربل كلشي وغادي نخلط الكيكه ديالي. غادي نخلطها مزيان حتى كينسجم ليا هذاك الطحين مع الشكلاط مع كلشي، المقادير كتنسجموا. صافي كيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. كناخذ المول ديالي اللي انا سبق ليا ودهنته بالزبده، رشيته بالطحين وكنت محتفظه به في المجمد. هنا غادي نفرغ فيه الخليط وغادي ندخل الكيكه ديالي طيب. دائما كندخلها على فران بارد، كل واحد كيطيب بالطريقه ديالته. وندوز باش نحضر معكم الصلصه اللي غادي بعد ما تخرج من الفران. بالنسبه للصوص اللي غادي نحضر معكم، عندي كاس ديال الماء، وعندي نص كاس ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو المر او ساشيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كناخذ هاد المكونات هادو كاملين كنديرهم في واحد الكاسرول وكنحطهم على البوطه وكنخليهم كيغليو واحد الغليه ولا جوج حتى كيتشرب شويه من هذاك السائل. ما كيبقاش هاد الكميه ديال الماء كامله. صافي وكنطفي عليه وكنخليه يبرد. بعد ما كتخرج الكيكه كتكون سخونه وكيكون السيرو بارد وغادي نسقيوها به. هنا كما شفتوا معايا راني خرجت الكيكه من الفران مازال سخونه. يلا كيف خرجتها، دائما كتكون جهه سخونه وجهه بارده. الا كانت الكيك سخونه كتكون الصوص بارده، ولا كان ولا العكس. هنا كناخذ واحد السكين اولا فورشيط ولا شي حاجه باش كنثقب هاد الكيكه كامله
باش تجي شاربه ليا هذيك الصوص. هنا كما شفتوها هي بعد ما طيبتهم كاملين خليتهم كيغليو واحد شويه. صافي هنايا غادي نسقيها مزيان بهاد الصلصه هذه ونخليها كتشرب. من الاحسن الا كنتو بغيتو تقدموها في نفس المول واخا تسقيوها فيه، الا كنتو غتحيدوها من هذاك المول من الاحسن حيدوها قبل ما تسقيوها باش ما هكا ما تجيكمش صعيبه تبغيو تزولوها من المول. صافي خليتها هنا حتى بردات وتشربات مزيان. عاد انا هنايا قلبتها وزينتها على الشكل على الوجه ديالها التحتاني باش هكا ما نبقاش نحولها مره لان كتكون هشيشه. دهنتها بصوص دهنتها عفوا بدانيت كراميل وزينتها بشويه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا كيف ما درت انا بحال هكا ياغورت مع شويه ديال الفيرميسيل، كيف انكم تقدروا تذوبوا شويه ديال الشوكولات مع الحليب وكتدهنوها به بحال هكاك من الفوق، ومن بعد كتزينوها بحال هكا بهذا الفيرميسيل ديال الشوكولات او تزينوها باي حاجه بغيتو. كتجي كيكه رائعه هشيشه بزاف ولذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها لان المقادير ديالها بساط وفي متناول الجميع كيف شفتوا معايا، بدون بيض بدون حليب. الملاحظه اللي بغى شي واحد يعوض هذاك الماء بالحليب بامكانكم تعوضوا الماء بالحليب، كيبقى لكم الاختيار. صراحه كتجي لذيذه بزاف وكتجي رائعه اقتصاديه في متناول الجميع كيف عودتكم دائما بالوصفات السهله والاقتصاديه. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وبارطاج الفيديو فضلا وليس امرا باش هكا نزيدو نعطيوكم اكثر واكثر من الوصفات السهله والاقتصاديه. كنقول لكم بسلامه عليكم وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله.